أول شيء بنبلش من بيت الرب اللي هو الأساس بكل منطقة وأساس هالدنيا هو بيت الرب. من سنة ونص تقريبا بس استلمت الرعية اكتشفنا مع أولاد الضيعة انه الكنيسة اكان الاثرية، الكنيسة الام او كنيسة مرجريس بساحة الدكوانة صارت بحاجة لنفضة ولا ترميم لنقدر نكون اول شيء عم نستقبل فيها المؤمنين بشكل احسن، وتاني شيء لتكون مكان لائق. هيدا بيت الله ولازم يكون مكان لائق للجميع. نحن بلشنا من كنيسة مرجريس الأثرية وانتقلنا من حوالي 80 سنة لكنيسة الأم مرجريس الكبيرة، تعمرت وتوزع منا عدة كنايس بآخرها مار يوسف ومار مخيل وكمان سيدة النجاة بمنطقة راس الديكوانة وعدة كنايس أخرى انكواتلي وروم، وأخيرا ترميم الكنيسة الأم كنيسة مرجريس من برا كلها مثل ما عم تشوفي، بنعمل هلا القبة المارونية العالية جدا. شفتوا الصليب برا الخشب الجودة والنوعية، هذا الخشب الأصيل. فكان القرار بداية وبمسعى من الخيرين من أبناء هالضيعة إنه نعمل نفضة كبيرة لصالون رعية اللي صار عمره كان تقريبا بحدود 70 سنة واللي كان بحاجة لنفضة، واليوم صار عندنا صالة مرتبة بتليق بكل الناس يلي بيزوروها. كمان أخذنا قرار بتلبيس الكنيسة، واليوم مثل ما بتشوفوا الكنيسة لبست حلتها الجديدة، صار عندنا كنيسة مرتبة. وهلأ رايحين إن الله راد لنكفي هالورشة. نحن في عدة أشخاص ساعدوا وكنا ساعين خير بموضوع تشييد القاعة، أما ترميم القاعة مجددا الكبرى، وهلأ كمان رح نجيب من عدة أشخاص مساعدات كرمال موضوع الأرميد وموضوع السكرستية وغير إلى آخره، وعدة أمور أخرى إضافة إلى العد موضوع كتير كبير بموضوع كنيسة مار يوسف اللي نحن جبنا مبالغ طائلة كبلدية من أشخاص خيرين وأيادي بيضاء بكنيسة مار يوسف، وإن الله راد جون بول دو الله راد رح تنعمل إضافة لكنيسة مار مخيل انعملت بحدائق بلدية الديكوانة. نحن بصدد الترميم ومساعدة الكنيسة، لأن نحن الكنيسة نحن أبناء الله، نحن مخولين كان كمسؤولين أما مدنيين نكون موجودين حد الأبونا كان رعية والكهنة كلهم والمطران والمونسنيور والأبرشيت أنطلياس المارونية. كل هالمشاريع يلي عملناها بالتعاون بداية مع البلدية وخاصة مع رئيسها والأعضاء تبع البلدية يلي كانوا جد متعاونين ويلي كانوا هن الداعم الأساسي أكان بالاتصالات ولا تأمين التمويل ولا غيره. وكمان ما فينا ننكر ولاد الضيعة كانوا اللي هن الأصليين ولا اللي ساكنين بالدكوانة ويلي كل واحد على قد إمكانياته ولو بفلس الأرملة ببعض المطارح يلي قدرنا جمعنا هالمبالغ برغم الأزمة اللي نحن فيها ورغم الصعوبات الاقتصادية اللي عم نقطع فيها، قدرنا ولو بفلس الأرملة نكون عم نعمل هالمبنى. وإذا وللبد رح نقدر نكفي اللي بدنا نكفيه رح نكفيه، لأنه بهمة كل الناس يلي هن موجودين ويلي بيحبوا هالرعية ويلي بيحبوا هالضيعة ويلي هي بتعني لهم ويلي هي بالنسبة لهم هي بيتهم الثاني. مثل ما بهمهم يرتبوا بيتهم الأساسي بهمهم كمان كنيستهم تكون مرتبة، وهذا الشيء يلي ترجم بالأعمال يلي عملناها.